أسوأ 6 أجهزة اشتريتهم طوال ال20 سنة اللي فاتوا، وآخر جهاز هيكون مفاجأة مش هتصدقوا. حلقة النهاردة هتكون مختلفة جدا، لأن أنا الأجهزة اللي هتكلم عليها مش أجهزة تعبانة ولا خدع تسويقية، في منها كتير أجهزة تقيلة وغالية، ولكن تظل من أسوأ أجهزة استخدمتها في خلال العقدين اللي فاتوا، وهشرح لكم سريعا الحلقة هتكون عاملة ازاي. كل جهاز هنتكلم فيه على 3 حاجات. أول حاجة الوعد، إيه عجبني في الجهاز خلاني أتخدع فيه. تاني حاجة الحقيقة، الاستخدام الحقيقي للجهاز وضعفه داخل الورك فلو بتاعي. ثالث حاجة هي خيبة الأمل، ليه جهاز جامد جدا فشل في التأقلم معايا واضطريت ان انا استغنى عنه. انا مش بعمل نيجاتيف ريفيو ولا بوزيتيف ريفيو، انا عايز اقول لكم ان ازاي في جهاز جامد ويعتبر ممكن يبقى ماشي مع ناس كتير وجهاز ناجح، يعني ممكن لما انت تشتريه معاك انت يفشل. يلا من غير ولا اي رغي نبدأ بأول جهاز، السيرفس بوك جنريشن 1. الجهاز دوت نزل من فترة طويلة، بقاله أكتر من 10 سنين. إيه اللي عجبني في الجهاز دوت وخلاني أشتري؟ لقيت إن هو جهاز كان عامل لسه زي السيرفس برو وهو نازل، والجهاز كونفرتبل لابتوب، ممكن تفصل التابلت عن الكيبورد، ساعتها بتديك اكسترا باتري وبتديك اكسترا جي بي يو. يعني لما توصل التابلت في الكيبورد دي تاخد كارت شاشة انفيديا بدل الانتل، وتاخد اكستندد باتري لايف. باور هاوس يخلي اللابتوب قوي جدا. الكيبورد بيقدر يمسك في الشاشة من خلال هنج اسمها الفلور كلوم هنج اذا كنت بقولها صح، وبيمسكوا في بعض عن طريق الكترونيك اتاتشمنت اسمه الماسل واير. والجهاز كان على الورقه والقلم يبدو ظريف. الشاشه كانت 3000 في 2000 ريزوليوشن، كان اعلى من النازل في الوقت الحالي. الجهاز كان بيجي معاه كل حاجته، مش بيخليك تشتري القلم. انا بصيت قلت فله، ده جهاز ميزته عن بقيه الاجهزه اللي بالقلم انه معاه كارت شاشه انفيديا، فهقدر ارسم عليه واكتب عليه واخد ملاحظات واعمل فيديو اديتنج واقدر اصور واعمل محتوى. وده اللي كان عاجبني فيه جدا خلاني اشتري. الحقيقه بقى اي جهاز انت بتشتريه هو انت بتشتريه علشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت لما بصيت على الجهاز على الويب سايت الجهاز عجبك او شفت اعلانه يعني، او شفته مع حد صاحبك. تاني حاجه ان انت بعد ما بتشتريه وتيجي تستخدمه بالفعل بتدخله في الورك فلو بتاعك، نظام العمل بتاعك. فبالتالي اي جهاز الحكم النهائي عليه لما تجيبه وتدخله في الورك فلو هتلاقي نفسك بتستخدمه ولا في الاخر ما بتستخدموش. انا بشبهها بانك رايح عندك موتور كبير اللي هو الورك فلو بتاعك، والاجهزه والديفايسز اللي انت بتشتريها عامله زي التروس اللي بتدور المكنه او الموتور الكبير. وبالتالي انت الجهاز ده عباره عن ترس في مكنه، الهدف ان هو يخش يندمج جوه المنظومه ويطلع لك شغل. الاجهزه لما تيجي تشتريها لو اعتبرناها ترس او اي تكنولوجي يعني، هيبقى عندك 3 اوبشنز. ان انت تجيبه يركب مكانه المسمار يتربط وتلاقي الترس بيدور معاك في المكنه كأن الجهاز كان عندك 100 سنه، وده الاوبتيمم كيس. الكيس التانية ان هو ما يشتغلش، يعني تلاقي الجهاز حلو وبيعمل اللي هو بيقول عليه بس مش عارف تشغله مع بقية المنظومة بتاعة الورك فلو بتاعك. الحاجة التالتة ان هو يبقى نص نص، يعني دخل في الورك فلو وقدر يديك حاجات حلوة، ولكن اضطريت تشتري له اكسسوارز او تضحي بستايل معين في الورك فلو علشان يقدر يندمج مع الورك فلو. هي دي الفكرة اللي احنا هندرس منها الجهاز ازاي عجبني، ومنين انا لما جبته ممكن الاقيه مش عجبني او عجبني بس مش بستخدمه فهضطر اتنازل عنه. هو ده اللي انا بسميها الفرق ما بين الوعد والحقيقه. الحقيقي في الورك فلو بتاعي بالنسبه للجهاز، يعني الجهاز ده انا كنت جايبه متخيل ايه اللي هيحصل. كنت متخيل ان انا هيبقى معايا جهاز تاني غير الكمبيوتر او غير الورك ستيشن بتاعي، هقدر ان انا اشغل عليه برامج المونتاج واقدر اشغل عليه برامج ال 3 دي بقوه، ومضاف عليه بقى ان انا يوم الويك اند كنت بتعلم رسم، فهقدر ارسم على الجهاز، اتعلم الرسم بدل ما اخد معايا ورق واقلام وبري وكده، اشتغل على الحاجات دي وبالمره يبقى عندي نون ديستركتيف ديجيتال ارت واتعلم الديجيتال ارت. وميزته ان هو عنده موبيليتي عاليه، تقدر تاخده كافيه، تقدر تاخده بره البيت بره المكتب، مش هيقول لك لا. وفي نفس الوقت ممكن يتحول لتابلت لو انت قاعد في البيت تفكه من الكيبورد وتتصفح اليوتيوب، ولكن الاستخدام كان غير ذلك تماما. كل حاجه من اللي انا قلتهم دول لما جيت استخدمها لقيت فيها مشاكل. اول حاجه تقريبا ضعيف جدا لو ما كانش بيتوصل على الكيبورد بتاعته علشان يشتغل بكارت الشاشه
الانفيديا. تاني حاجه اداء القلم كان ضعيف جدا. التكنولوجي بتاعه الاقلام بتاعه مايكروسوفت مختلفه عن التكنولوجي بتاعه القلم بتاع الايباد والتكنولوجي بتاع مثلا حد زي واكوم. القلم الاداء بتاعه ضعيف جدا، لما بتيجي تعمل دايجونال لاين الخطوط بتبقى جيتري، تحس ان الخط عامل زي السلم الرفيع ما بيجيش خط مستقيم. مايكروسوفت علشان تقدر تعدل ده بترمي زي كده نوع من انواع السموث، انها بتعمل سموثنج للخط بعد ما انت ترسمه، بس بيضيع خالص احساس الورقه والقلم وبيضيع هويه الخط بتاعك، فما كانش الطف حاجه في الدنيا. البطاريه بتاعته كانت غريبه جدا. الجهاز وهو مطفي كان بيستهلك بطاريه، يعني لو سبت اللابتوب 3 ايام بدون استخدام ممكن ترجع تلاقيه ديد باتري، حتى مش البطاريه بتنقص النقصان الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، ديد باتري، وانت كمان عامل له شات داون مش عامل له سليب. الفرولكروم هنج دي كانت ظريفه، ولكن فتح الجهاز كان صعب جدا، اصعب من اي لابتوب. هي انا فاهم هم مصممينها كده ليه، علشان دماغ اللابتوب او الشاشه بتاعت اللابتوب هي اللي فيها الكمبيوتر كله، فوزنها اتقل من الكيبورد، فكانوا عاملين بيها عمليه توزيع للحمل عشان لما تحطه يبقى ستيبل على المكتب، بس الاداء ما كانش الطف حاجه. وفي اخر ايامه كمان كانت فيه ديورابيليتي ايشو، وبالتالي انا كنت دايما بحس ان انا عايز اغير نظام شغلي علشان الجهاز يشتغل معايا، وفي الاخر خالص انتهيت ان انا ما بستخدموش في الورك فلو بتاعي. ليه جهاز جامد جدا فشل يتأقلم معايا واستغنيت عنه؟ انا فكرتي ان انا كنت جايبه على اساس ان هو يبقى نصه تابلت ونصه لابتوب زي الكونفرتبل لابتوبس اللي نوفو كده اللي هي بتتفتح 360، ولكن الميزه اللي انا كنت جايبها عشانه هي طلعت العيب. الجهاز حائر، ولا هو سيرفس برو، والسيرفس برو ده جهاز انا احترمه جدا، ولا هو لابتوب قوي والاداء بتاعه حلو. وقابلتنا كتير كومباتيبيليتي ودرايفر ايشوز وكمان ديورابيليتي ايشوز، ربع الشاشه من تحت ما بقاش يريسبوند للتاتش. حتى مايكروسوفت في الاخر اضطرت انها تلغي السيرفيس بوك بعد ما وصلوا للسيرفيس بوك 3، وسيرفيس بوك 1 اللي انا اشتريته ده نتيجه الايشوز في الديورابيليتي اللي احنا اتكلمنا عليها دي، نزلوا على طول السيرفيس بوك 2 بعديها بسنه. تاني جهاز معانا هو الكينكت. فاكرين كلنا الاكس بوكس 360 والكينكت، جهاز حلو وقوي وحقق المطلوب منه، ولكن جهاز عجبني زي ما هو عجبكم، زي ما هو عجب كل الناس. جهاز خطير في الموشن تراكنج عن بعد، بيستخدم ليزر جريد صور حراريه بحيث ان هو يقدر يحدد الدبث ويجنريت بالليزر ديبس ماب محترمه، وكمان عن طريق الانفراريد يقدر يديتكت حركه الانسان ويستخدمه هو ككنترولر، ونجح في ان هو يعمل ده فعلا برشاقه عاليه جدا. ده كده الوعد. الحقيقه بقى كان في الورك فلو بتاعي ولا لا؟ انا كنت بستخدمه للعب، هو كان باندلد مع الاكس بوكس 360، وفي الاخر خالص انت دفعت فلوس وانت بتشتري الاكس بوكس 360، ولكن لقيت نفسي 90% من الوقت ما بلعبش بيه. حصل لسببين. السبب الاولاني ان 3/4 العاب الكينكت كانت محتاجه مساحه، ولكن انا مش هعتبر ان ده عيب، لان الماركتينج كان مصرح عنها مثلا ان هو محتاج مساحه. مثلا كان مشكلته ايه؟ مشكلته رقم واحد انه ملوش العاب هارد كور، يعني مفيش ديفلوبر هينزل لعبه زي GTA مثلا او لعبه تقيله محتاج تقفلها في 60 ساعه للكينكت، لانه لو نزلها للكينكت ومش سبورتد باي نورمال جيم باد هو بيعرض نفسه ان هو ينتج لعبه بملايين الدولارات والناس ما تشتريهاش، لان مش كل الناس عندها كينكت ولا كل الناس حابه تلعب بالكينكت. طيب ليه مش كل الناس حابه تلعب بالكينكت؟ لان 90% من الالعاب بتاعه الكينكت كانت بتتطلب ان انت تبقى واقف. فشوفوا احنا مثلا في اللايف ستريمز بنلعب 3 ساعات، بس انا افترض ان انت كاجوال بلاير هتلعب ساعه، بروبابلي انت راجع من الشغل او راجع من المدرسه او راجع من النادي من الجيم تعبان، عايز تقعد تفضي دماغك وتلعب مع اصحابك، فاكيد مش هتفضلوا واقفين انتوا الاثنين طول الساعه. وبالتالي هو الجهاز فعال، ولكن جيمك اليوز كيسز 90% من اللاعبين قال لك لا احنا عايزين نلعب بنورمال جيم باد زي حالاتي، الى جانب ان في العاب كانت مستحيل انها تتلعب بيه كنا بنحب نلعبها زمان زي فيفا او زي FC، هتلعبها ازاي؟ خيبه الامل جايه من ان هو جهاز فعلا حلو. يعني يمكن الناس المهندسين اللي استخدموا الكينكت في ان هم يعملوا شغل ايمج بروسيسنج في مشاريع التخرج في كليه الهندسه، كينكت نفسه مايكروسوفت نزلت له SDK انك انت تستخدمه، صحيح موقفوها دلوقتي، ولكن انك انت تستخدمه في ابلكيشنز ثانيه، في الابلكيشنز الثانيه هلامي، والكينكت راجع تاني بس مش في صوره كينكت ومش في صوره جيمز. اللي صعب عليا ان هو بيس اوف تكنولوجي محترمه بتنفذ اللي بتقول عليها، ولكن فضلوا يعملوا لها بوشنج لانها جيم، وهي الصراحه ما نجحتش في الجيم. فانت عندك حاجه والحاجه دي انت بتقدرها قوي قوي قوي، ولكن مش عارف تستخدمها، فطبعا اكيد اتصاب بخيبه امل. واكوم بامبو بن اند تاتش، وده اول احتكاك ليا بالتابلتس. طبعا هو كان بينزل ب3 احجام، انا كان عندي الميديوم
نتكلم عن الوعد. ايه عجبني في الجهاز خلاني اتخدع فيها؟ ولا حاجه. بحاول ان انا ارسم على الكمبيوتر واعمل ديجيتال ارت، لان ماسك الماوس كده لإلونجيتد بيريود اوف تايم بيجيب كرامبات، ولكن مفيش غنى عن دوت. وفي نفس الوقت اعمال الفيديو والمونتاج والصور والرسم بيقابلك حاجات ساعات بتكون عايز تعمل هاند دروينج ماسك، فبالتالي القلم هيكون اكثر طبيعيه واكثر منطقيه، وعشان كده انا اشتريته. البامبو ده كان الانتري ليفل في تاكم، حتى من غير شاشه، كان ارخص واحد، كان سعره يعتبر مش رخيص، كان غالي جدا لان ساعتها واكم ما كانش ليها منافسين كتير. ان هو رفيع جدا وبيتوصل باليو اس بي، لو انت معاك لابتوب يقدر يخش مع اللابتوب في اللابتوب باج، بيدي فاليو بروبوزيشن حلو جدا. واخد على ظهرك اللابتوب، واخد الواقم، تقدر تقعد في اي كافيه. معلش انا حلم انك تقعد تشتغل باللابتوب وانت بترسم في كافيه ده كان دايما بيراودني وانا صغير. كان جود فاليو بروبوزيشن، والصراحه ده اللي خلاني اشتري. الحقيقه ان استخدام الجهاز مش عارف ده من انا ولا لان الجهاز دوت كان يعتبر الانتري ليفل او الرخيص في واقم. انا خدت وقت طويل جدا عشان اقدر اتاقلم عليه، لان انت الطبيعي ان انت لما تيجي تستخدم القلم بتبقى بتكتب وانت باصص للورقه. تابلت اللي هو ما فيهوش شاشه، انت بتبقى بتكتب بالقلم بس باصص للشاشه. انا عشان اقدر ابني الماسل ميموري ده خدت وقت ما ظبطش معايا الصراحه زي ما ظبط مع كل الناس، خاصه ان انا ما كانش عندي الحجم الكبير قوي. فدي اول نقطه. تاني نقطه، انا كنت بستخدمه عن طريق كورل بينتر للي يفتكر بقى البرنامج ده، وفوتوشوب. فوتوشوب الحقيقه لما كنت بتبتدي تستخدم مالتي لاير وتستخدم فيري سوفت براش كبيره جدا، كان بيبتدي يبقى فيه لاج رهيب. طبعا ممكن يبقى جهاز الكمبيوتر، ممكن يبقى من الفوتوشوب، وممكن لا، بس في الرسم الطبيعي السيمبل كانت الدنيا شغاله. اول ما تشتغل على كانفاس كبير مثلا 4000 بكسل مثلا في 5000 بكسل، يبتدي اللاج يبقى رهيب رهيب رهيب. وانا بصراحه اضطريت ان انا استغنى عنه بسبب هذا اللاج. لو هترسم على كانفاس تعبان مثلا 1000 مثلا في 1024 او 1920 في 1080 الدنيا بتبقى لطيفه، لكن اول ما تبتدي تخش بقى في دي بي اي عالي او 4000 في 5000 وهكذا، الموضوع كان بيبقى صعب. هو فشل يتأقلم معايا نتيجة أنا اللي فشلت أتأقلم معاه. الحقيقة إن هو دايما ما كنتش بعرف أماب واستخدمه كماوس. يعني أول ما كنت بخلص رسم كنت بشيله وارجع استخدم الماوس، ما كنتش عارف استخدمه كده فلوينتلي. واللاج هو زي ما أنا قلت اللي خلاني أطلع براه تماما تماما تماما. كل رينج لايت، وأي رينج لايت، كبير صغير قصير تخين رفيع، كل الرينج لايتس، كل كونتنت كرييتور او يوتيوبر ابتدى اكيد جاب رينج لايت. انا شخصيا قعدت سنه كامله بعمل فيديوهات قصيره بالرينج لايت قبل ما ابدا اليوتيوب. ايه الوعد؟ الوعد انه يطلع لك اضاءه جيده عامله ايفن ديستريبيوشن على وشك، بحيث انك انت تقدر تصنع المحتوى، خاصه لو الكاميرا كاميرا موبايل او كاميرا كلوز اب يعني. طيب ده كلام عظيم جدا. ايه بقى المشكله؟ الرينج لايتس بالنسبه لمعظم الناس هتحقق المطلوب منها، هيديك الوان اضاءه، هيديك ايفن ديستريبيوشن للاضاءه على وشك خاصه في الكلوز اب، ولكن هو كارثه لاي حد بيلبس نظاره. الرينج لايت للاسف ما بيبقاش حلو الا اذا انت ضربته في وشك، وهي دي فكره ان هو بيوزع رينج او لايت حوالين وشك كله، فيديك ايفن ديستريبيوشن لللايتنج باللون اللي يعجبه. لو انت لابس نظاره هتلاقي دايرتين قدام عينك، فبالتالي تتحول الصوره من صوره جيده جدا لصوره كارثيه جدا جدا جدا. مش هو السبب في ان هو فشل معايا، ممكن اكون انا السبب لان انا بلبس نظاره، لان اي اضاءه وانت لابس نظاره بتحتاج انك انت ترفع للاضاءه وتجيب الاضاءه في الجناب. والرينج لايت اول ما هتبتدي تبعده عنك، اول ما هيبتدي يتحول الى ضوء وحش، لان فكره الاضاءه الناعمه انها لازم تكون قريبه. اول ما بتبعدها بتبتدي تتحول لاضاءه خشنه، فبتحتاج لمصدر ضوء قوي علشان تقدر تنعمها وتديك مصدر اضاءه كبير بقى زي بتاع السينما. الرينج لايت هيفشل في هذا الكلام تماما لاي حد هيشتري رينج لايت يصنع بيه محتوى وهو بيلبس نظاره. خيبه الامل. ليه الجهاز جامد جدا فشل يتاقلم معايا واستغنيت عنه؟ لان الرينج لايت ما بيكدبش، هو فعلا جهاز جامد جدا، خاصه لو انت هتحتاج تعمل ميك اب، او لو انت هتحتاج انك انت تتكلم باضاءه ناعمه ولكنها ممله، صعبه برضو تعمل بيه دراماتيك لايت، وده المطلوب. يعني لو واحده مثلا بتعمل ميك اب او ميك اب ارتست، هي عايزه توريك الميك اب، فبتحاول تقلل الشادوز من العين، بعكس حد مثلا عايز يعمل دراما شويه في السين بتاعه فبيعمل سايد لايتنج زي ما احنا عاملين، بيعمل كل اللي هو بيقوله. ولكن الجهاز او الالكترونيك ديفايس يعتبر حاجه غاليه، وفي ناس بتستغلى فيه جدا، اللي هو انت لو ضفت حاجه بسيطه زياده هتقدر تجيب سوفت بوكس كبير يديك اضاءه احلى بكتير جدا من الرينج لايت، وبالتالي هو
هو مش غلطته، ولكن غلطة الناس ان هي خلته حاجة اوفر ريتد، وهو 99% لو انت بتلبس نظارة هيفشل. انا اشتريت الرينج لايت، اضطريت ان هو يقعد معايا سنة، 6 شهور من السنة دي كنت مصاب بخيبة امل عايز امشيه، ولكن كنت بحوش فلوس عشان اجيب اوبشن احسن منه. AMD فاير برو، كارت الشاشة الموجه للمحترفين ATI ثم AMD بعد ما اشترت ATI. خلونا نتكلم شوية. والله اللي عجبني في الجهاز ان هو كارت فيجا برو موجه للبروفيشنالز. ايه الفرق بقى ما بين كارت الشاشه البروفيشنال وكارت الشاشه العادي؟ كارت الشاشه العادي ايا كان سرعته ايه، المقصود بيه ان هو يديلك اعلى فريم ريت في الجرافيكس وفي الالعاب باي شكل ما، المهم توصل لاعلى فريم ريت. كارت الشاشه البرو المقصود بيه يديك اعلى ستابيليتي ممكنه لبرامج معينه، والبرامج دي بتبقى عامله شراكه مع الشركات اللي بتصنع كروت الشاشه، بحيث ان هم ياخدوا في الاعتبار في الدرايفرز والتعريفات بتاعتهم ان البرنامج يشتغل وما يحصلش فيه كراشنج، او الكراشنج يبقى از مينيمم از possible، وفي نفس الوقت يبقى very accurate واوبتمايزد جدا للكارت. وكمان الكارت بيبقى معمول علشان لو الكارت بتاع الكونسيومر او كارت الجيمنج معمول عشان يعيش مثلا 4 سنين، ده بيبقى معمول علشان يعيش 10 سنين. وكمان بيبقى معمول من نوع تاني من الكومبوننتس تقدر تخلي الكارت عشان هيتحط في ورك ستيشن يشتغل 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، فعنده لونجيفيتي او يقدر يستحمل الاسترس والسخونية اكتر. وكمان الباور كونسامشن بتاعه اقل، فده يرقيه، وبالتالي هو اغلى بكتير جدا. واخر حاجة ان هو بيتحمل عدد كروت يشتغلوا موازيين لبعض. لو انت عندك بقى ريندر فارم او حاجة زي كده بيبقى ظريف جدا للكاد وال3D وللريندرينج، ولكن ما بيبقاش الطف حاجة للالعاب ولا للفيديو اديتنج او للانكودينج. ده كان الوعد. الحقيقة ATI او AMD كانت كارثة بعد ما الكارت عدى عليه 6 سنين. اللي انت كنت شاري الكارت عشانه ان الدرايفر يبقى ابديتد، البرامج ما يحصلهاش كراشات عليه، الدنيا تقعد اطول مده ممكنه. للاسف الشديد الدرايفرز ابتدت تخيش، برامج جديده بطلت تشتغل، في حين ان كروت الشاشه اللي كانت نازله من انفيديا قبليه كانت لسه بتشغل البرامج دي بقوه. فكانت باد جوب جدا من ATI. ما اعرفش عشان ATI اتباعت ل AMD ودي سياسات AMD ولا لا. كارت المفروض ان هو يعيش 10 سنين كان سيء سيء سيء، تعريفات سيئه سيئه سيئه، خيبه ليه جهاز جامد جدا فشل انه يتأقلم معايا واستغنيت عنه. الحقيقه انا كنت عايش بكل الكلام دوت لحد ما مره واحده لقيت البرامج ما بتشتغلش يعني ما بتشتغلش. يعني دافينشي ريزولف بطل يشتغل عليه، بلندر الجديد اخر فيرجن لبلندر كان بيشتغل عليه 2.8، وعشان تشغل 3.1 تقريبا كنت لازم تعمل ورك اراوند. بلندر 4 ما كانش بيشتغل عليه، فاللي هو انت جايب كارت شاشه خلاص هيبتدي ما يشغلش برامج، فاضطريت انك تستغنى عنه. كمان ما كانش نازل فيه الكودا اللي هي بتخلي برامج تستخدم AI. السبورت بتاع الكودا دوت كان نازل في كروت انفيديا اقدم منه بكتير. انا مش بغلط في AMD، ولكن واضح ان الجزء بتاع الفاير برو او البروفيشنال لم يعامل معامله كروت الشاشه المحترفه الجديده ولا كروت الشاشه بتاعه الكونسيومر القديمه بس القويه. تحس انه تاه كده في النص واضطريت استغنى عنه، وكانت خيبه امل الصراحه. اخر جهاز معانا ايباد برو نسخه 2021، يعتبر اول فيرجن من الايباد ينزل بالابل سيليكون. قبل ما الناس تبتدي تشتم وتقول لي ازاي تغلط في الايباد ومش كده، هو الايباد معايا دلوقتي اهو وانا بعمل ستريمينج منه حالا، واهو اول مشكله في الورك فلو هنتكلم عليها. ولكن خلونا نبدأ الأول بالوعد. كنت محتاج جهاز موبل صغير ما بقاش ماشي بالشاحن بتاعه يحملني بطارية ان انا ارجع البيت اشحنه، اقدر ارد منه على كل الميلات، واقدر ارسم عليه واشوف تيوتوريالز واكتب عليه واعمل عليه فيديو اديتنج واشتغل عليه من الفوتوشوب. كل دوت من الفاليو بروبوزيشن بتاع الايباد وادوبي. كان المفروض ان الجهاز يقدر يحل محل الكمبيوتر في الحته دي. حقيقه الاستخدام هو اكتر جهاز انا متحير فيه، لان هو انا ما استغنيتش عنه، انا ابقيت عليه، لان انا كل البدائل بتاعته بالنسبه لي هتبقى غاليه ومش هتبقى بيرفكت. فهو ما فيش ولا جهاز بيرفكت في الحته دي. انا ما طردتوش بره، هو موجود، ولكن اضطريت اغير كتير في الورك فلو بتاعي. فبدل ما الجهاز هو اللي يجي يبقى ترس في مكنه، او الجهاز يجي يشتغل عندي انا اللي شغال عنده. بمعنى ان انا دلوقتي لو انا رجعت البيت معيش لابتوب وعايز اعمل ستريمينج، علشان تشتري برنامج زي OBS صعب جدا تلاقي على الايباد، ولازم هتبقى برامج بفلوس وبرامج مالهاش سبورت في كل حته، فهتضطر انت تتعلم. بالنسبه للفوتوشوب، ادوبي وعدت ان هي هتنزل فيرجنز من الفوتوشوب يعني توصل ل 70% من قوتها على الكمبيوتر، وده ما حصلش. سيبك من الفوتوشوب، ده غلطه ادوبي، انك
انك انت تستخدمه في الايميل وفي الدوكيومنتس، مش سيملس زي الكمبيوتر. برامج مايكروسوفت عليه اللي هي الاوفيس مش احلى حاجه، برامج جوجل عليه مش احلى حاجه، وبالتالي انت مضطر تغير كل البرامج دي وتستخدم برنامج مثلا زي نوتابيليتي، او تستخدم برامج زي برامج ابل نفسها. دافينشي ريزولف موجود عليه في الفيديو اديتنج، والبرنامج جيد جدا جدا جدا، ولكن لازم تشتريه، ما ينفعش تستخدم نسخه الديسكتوب. برضو مش عارف مين المقصر، هل بلاك ماجيك ديزاين ولا ابل، بس في كل حاره في خازوق. طب الجهاز وحش؟ لا، الجهاز باورفول وبيحقق اللي هو قال عليه، بس في نفس الوقت ما ينفعش تبدله يبقى بديل مش للكمبيوتر، ل 50% من الكمبيوتر. وده ليه كمان؟ لان الفايل سيستم بتاعه مقفول. يعني لو انت بتلم فايلات من كذا حته، يعني انا عايز اعمل فيديو قصير يا باشا، شور، هصور شويه حاجات بالموبايل وهسجل شويه حاجات بالفويس ريكوردر عشان اعمل فويس اوفر، وهنزل شويه صور من على النت، وبعد كده احتاج احط ده في المونتاج، وجايز اخد هذه الفايلات اروح اكمل بيها على الكمبيوتر. في تناقل الداتا مغلق، ولو انت ما عندكش ماك وانا ما عنديش ماك، فمش هتعرف تستخدم الاير دروب. ليها ورك اراوندز، والورك اراوندز بتشتغل، وانا شغال بيه لحد دلوقتي، بطلع بيه لايفات وبعمل الكلام ده، ولكن احتجت ان انا اغير في الورك فلو كتير جدا علشان اقدر اشتغل. لما تيجي توصل بيه الكاميرا، البلاك ماجيك كاميرا، مفيش برنامج نيتيف، لازم تشتري برامج، فالموضوع صعب شويه. البرنامج النيتيف اللي بلاك ماجيك ديزاين منزلاه بالبلوتوث بس، لكن مفيش برنامج بيتوصل USB-C. توصيل الطرفيات مش سهل قوي. في الناحيه الثانيه ما تقدرش تقول عليه ان هو جهاز فاشل، لانك انت برضو هو محقق لك كونفينينس شديده جدا بالماجيك كيبورد والقلم. البرفورمانس بتاعه وهمي، ما فيهوش ولا مشكله من اللي اتكلمنا عليها في السيرفس. الماجيك كيبورد تجربه الكتابه عليها خياليه، تحفه. البطاريه بتقعد كتير جدا، الصوره والشاشه الريتنا هايله، فهو برضو بيقدم لك باكج يخليك ما تقدرش ترميه، وفي نفس الوقت لو بعته وجبت لابتوب هيبقى ناقصك الكلام دوت. خيبه الامل انه خساره ان جهاز فيه هاردوير يقدر يخليه يشتغل كفول ماك، وابل هي اللي قافله عليه علشان تبيع اكتر، عشان يبقى فيه تابلت وفيه لابتوب، وفي ناس تشتري ده وفي ناس تشتري ده، وفي ناس تضطر تشتري الاثنين. فدي كانت خيبه امل. واعتقد ان السيرفس برو هيكون بديل كويس جدا. انا لو جبت سيرفس برو دلوقتي من مايكروسوفت وحطيته بديل، البطاريه بتقعد مده طويله، OBS هيشتغل عليه، البرامج اللي عندي على الكمبيوتر والفايلات هقدر انقلها سيملس وسريع. ولكن انا ما اقدرش اشتري السيرفس برو حاليا نتيجه سعره المرتفع، ونتيجه ان هو بينزل بس كوبايلوت بلس PC اللي هو عليه السناب دراجون إليت، وده لسه هاف بيكت اماتيور، فما يخليكش تقدر ترابلس او تتخلى عن الايباد. وفي نفس الوقت واحد يقول لي طب ما تجيب ماك بوك، وبرغم ان هو جريت كانديديت بس هتخسر منظومه القلم. على الاقل انت عندك نص قلم في السيرفس برو، يعني البرفورمانس بتاعه اوحش من بتاع الايباد، بس في الاخر خالص لو انت مش هترسم القلم هيساعدك، فاهم؟ انما الماك انت كده بقيت محتاج تشتري له بين تابلت بره، فتخسر خاصيه القلم تماما. وتوصيل الايباد بالماك واستخدامه كتابلت يعني مش احسن حاجه في الدنيا، تشتغل ولكن مش احسن حاجه في الدنيا. وهذا هو ما قد اصابني بخيبه الامل. Can this replace my laptop? The answer for me is no, it can't. دول كانوا افشل 6 اجهزه قويه ضعيفه ما يقدروش ان هم يفتوا في الورك فلو. بتمنى تبقى الحلقه عجبتكم، واشوفكم قريبا على خير. باي باي.